أهلا بكم. أن تعيش بأمان، ما تخاف من باكر، ما تخاف من دقة باب تجر وراها موت وأهوال، أن تكون مرتاح البال ما خايف من جبروت طاغية. هذا كان حلمهم، حلم ضيوف حلقة اليوم أبو رمزي وأم رمزي، اللي تحولت أحلامهم بفعل فاعل خسيس لكوابيس. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. أبو رمزي الرجل البسيط كان يشتغل مهندس كهرباء وحياته مستقرة إلى حد ما، لكن هذا الاستقرار تحول فجأة إلى عاصفة ظلم من أزلام البعث، عاصفة دمرت حياة عائلته بأكملها. أنا أول ما بداية جاكوا لي أبا يسافروني إيرانية دي بالكم ترى، وأنا كنت أدارة كهربائية بغداد، وأنا مزوج وعندي جهال وأطفال عندي بغداد. ما كان شيء، ما كان الكراد والفيليو الاشياء، ماكو شيء فرق عندنا. انا شفت ماكو طريق، رحت تزوجتي قلت له تعال نروح ايران. جيت ايران، جينا ورا شهرين يابا رجعوا. زوجتي ويا جهالي رجعت بعد 6 اشهر ما صار عياقبه، كل مدينه صار. الله يرحمه ابوي هذا نصيبي ابو فوزي قال لي يا تروح لايران ترى ولا انا ما يبقى حتى جهالي ما يخلون هنا. انا جيت ايران، قلت جبت جهالي وجيت ايران، سبت عراق موضع مو زين. بعد كل من الا صار بغداد لا يشوف عينك ان شاء الله. انا هم اجوا لايران وانا صرت قوام دول خواتي، دول خواتي ما يفرق عندي، هذا اخو مرتي وذاك اخو مرتي، وهذا ابن اختي وهذاك ابن خالي. انا قبائل قبيله كان بغداد كنا. أم رمزي بسبب معيشتها بالجمهورية الإسلامية لمدة تزيد على 4 عقود فقدت المقدرة على التحدث باللغة العربية، لذلك استعنت بنت أختها حتى تترجم لنا كلامها. يعني تشبيد انه راحت بيد اختك؟ طبعا ما راحت بيدك خيري، هسه بعد ما راحتها وخاطرين. هذا ما شايفته اصلا، هو بعد كل يوم هذا خلص وتخرج. واحد كل يوم بدن از وجا بودن عسكري دي نمدم تشكر شو بعد هاي ما شايفته اصلا ما ندم. صار هي 50 سنه راح احنا 44 ما شايفته اصلا بعد. اصلا كان صغير وهاي وبعد عافته وكلها وصار تسفيرها مش مشاله. أم رمزي مثل أي أم خوفها الأول هو على أطفالها، لهالسبب ما تنسى أبد لحظات الرعب اللي عاشتها لما نفذ أزلام البعث قرار تهجيرها مع عائلتها، فنست شلون بين ليلة وضحاها صارت مع أطفالها وزوجها بوسط شولة،
والأسلحة وظهرها وصياح الجنود وتهديدهم أعلى من عواء الذئاب. ما زمان اومدیم ایرانی بودیم، شوهرم ایران بود، خودم عراقی. كان معي هم إيرانيين به يعني خاطر اون ما همه ایرانی هم بیرون کردن، اینم بیرون کردن با این اومدم. يعني تقولان كان زوجي دي ما حتى هاي عراقية كانت هو إيراني فسفروها على خاطر زوجها سنة 70 كانوا بالعراق عايشين. بالعراق عايشين اي والزوجة بالعراق جهالة 4 5 مال العراق بدون جنسية. يوم التهجير تتذكري ايش صار بالضبط؟ شلون اجوكم؟ شلون هجروكم؟ خیلی صعب بود برای ما. حاکم ایران خیلی زد. بالصعوبة صار خیلی زد کشم در ایران. نه جی داشتیم، نه کار کردیم. بلا مكان عندنا لا نعرف أحد فجرونا وهي جهالة من صغار. كانوا بالمدرسة قسم الأوائل يعني الكبار بلاك ناس 6 سنين 5 سنين 4 سنين ايه. یا رفت اقامه جدگاه کردیم وقتی باید بچی در ایران. اي لازم يبر هناك قاي لازم تتسفر انت وعائلتك. منم 4 تا بچه داشتم نمیتونستم مثلا. هم هي عراقية وجهالهم عراقيين 4 به منهم. خاطر بچه‌ام اومد. الان شهادت جنسی عراقی دیدم، شناسنامه عراقی هم داره. هي متولدة بالعراق. إي. دارم کلی. رغم مرور أكثر من 40 سنة لكن ما زال أبو رمزي يتذكر صديق عمره وأخو زوجته الشهيد سعيد اللي تم تغييبه مع آلاف الكرد الفيليين. يتذكر بحسرة كبيرة وبأوقات كثيرة ما كان يقدر يسيطر على دموعه. زوجتي خطية قام يمشي قال محمد ليش تمشي؟ قلت له أمشي على سعيد القرآن ما أقدر أنا ما أقدر ما أتحمل أشوف صورته أقوم أبكي. ايش تتذكر عنه؟ حكينا وايد وايد من عزيز وايد كان عزيز بالقرآن الله يرحمه طيب كان بالقرآن. يعني ما أقول لك ما يتعبني إلا الجهال قام يبكي ويدور مثل فرار يدور من الجهالة. هذا أنا خالكم أنا هذا قام يشاق ويا بجهالي. قام يشاق ويا رمزي ابني صغير كان ابني طيب كان الله يرحمه. أنا من أشوف صورته أقوم أبكي كلش طيب. يعني حتى أم سعيد الله يرحمها مثل أمي كان بالقرآن. قال محمد هذا زوجتك مو زوجتك دي بالك عليه. قلت له خاطرك يا أمي أكثر من أمي كنت أحبه. طيب كان الله يرحمه. أخوه هم ابنه لا أكبر من سعيد الله يرحمه كنا شقى وياه كنا نداوس حدقه هيك مسائل. الحمد لله دولة الزهنة أنا خطية خجلنا بعد ما شفنا شيء خطية لا صحيح شفنا جنازة ناس لا الله يرحمه خيري. كانت توصل الأم رمزي أخبار من أقاربها عن أخوها سعيد وابن أختها خيري، ولأن في بداية فترة سجنهم كانت الزيارات مسموحة، لذلك كانوا الأقارب يزوروهم. لكن حتى فسحة الأمل الصغيرة هذه تم غلقها لما قرر نظام البعث الظالم إلغاء الزيارات. من ذاك الوقت غابت كل أخبارهم عن أم رمزي لأن هم نفسهم صاروا مغيبين. همه خبر ها آوردن و گفتم کشتنش. یک گفت زنده بودش آقا، یک گفت با چرخو چیز بود، یک گفت أشكال سمعنا عنهم. هر یک چیزی بود. هو ما مریض شد. قرايبنا كانوا بالعراق كانوا يزوروهم. يعني هم اخوياهم بعدين بعض مرات كانوا يطلعون يعني يقول روحوا بعدين كانوا يجون بيتهم. بعد ما ذاك كانوا يروحون من السجن مال ابو غريب. بعدين اجى خبر قايل من رايحين ماخذين اكل وشي قايل اعطونا الاكل والهاي قايل بعد لا تجون. القرايب نحن من قرايبنا سمعنا قالوا بعد رايحين كلهم. اي دورة قالوا مقطعين، دورة قالوا خاذابين بالبحر على مود الاسماك ياكلوهم، ودورة قالوا دازين من السعودية يكون من النجف نقرة ما عاد توصل للسعودية ما ندري. والله ماني هواية أصدقاء هواية عندنا دزونا يابا ترى جبالكم أنا دول أخوانكم
كل استشهدته يعني ماذا اقول لك، هو طيب ودافني، هو طيب وانا الخير، علم الخير لا شايفين ما شايفين احنا. بس جاء العالم اللي يجون يابا دول كلها دافنين هيك حارقين هيك ما ندري بهم. ما شفنا لا جنازه كل شيء ما شفنا. ذنبتم شنو هذول شنو ذنبهم؟ هذول الشباب عسكري دا يخدم لك، دا يختم لك انت ليش هذه الخطيه لما شنو ذنب تحرقه؟ شنو ذنب تدفنه هيك بلاش؟ ماكل شارو كيف طلع هو الايراني؟ كيف طلع اسلام؟ كيف طلع هو فيني؟ صدقني ما هذا الخير هذا. من اشوف هذا الصوره مال اخويا، ما اقول اخو مرتي، هذا اخويا من اشوفه بالقران احرق. شنو ذنبت هذا خطيه؟ شنو ذنبت ذاك؟ ولا هم مردم گفتن ما كل المسجونين الكراد الفيليه فقالوا كلهم كاتم ولا واحد من عندهم. دخترگاهی اونجا بود، میرفت ملاقاتی مثلا قضا بود بسش، آخر بارت رفت گفتین نیا اینا نیستن. ايه اخذوا ملابسهم وياخذون ملابس واشياء، قايلين بعد ما لكم حق تجون هنا. گفتین نیا. من ذاك وبعدين طلعت الاصوات مال الشهداء، هذا قال مقتول، ذاك قال بعد احنا منه. الان خواهر دیگر هم دارم همینجاست، اونا مریضه. كانت والدة أم رمزي تنتظر رجعة ابنها سعيد بأي وقت، عينها دائما على الباب، وكل ما يندق يفز قلبها وتصيح يجوز هذا سعيد افتحوا الباب. ماتت أم سعيد وهي تنتظره، ماتت وهي تشهق باسمه. والله تشرب الجقاير والشايات والهايه، تقول هاي هو وين هو؟ انا شو اسوي؟ هاي هيك كان يعني مرضت على فراش 9 سنه، بسم الله ضربها من ذاك. واحنا قاعدين وما ندري، والام الله يرحمها والدة الحجيه قام يبكي، وهذا قبل هذا احنا قلنا ان شاء الله تجي يجينا خبر وانا نقام واجبكم، وانا امتند هناك احاول يدول اقانعهم الامي والهذا وكل مثل امي هذا ام ساره ودول كانوا ما كانوا متزوجين. احنا اجرنا واشترينا بيوت دول اخواتي، قلت له نستر لما الله كريم. ما شفنا يجي الله غضب على صدام ان شاء الله، الله يمنعنا للروح ان شاء الله. هذا هيك بلاش يجي اطفال قتلوا هيك بلاش، لا ماكل ولا شاربين. الله وكيلك اللي حسن ولا قران ولا فلس دول ما ماكلين. اي واحد يجي والله ما ناخذ ولا ما ماكلين، والله جهالنا قتلوه ولا بيوتنا اخذوه، هيك بلاش ما ماكلين. اجي دالك داگر يعني ليش هذا ايش دالگم چه؟ دالگم من اگر مردم الخبر ها بردم مردی قالب يخ بزاردم. قال اذا جيبوا يعني خبر وهي جيبوا اني ميته فتقالب ثلج جيبوا خلوا على بطني. هي حتى من ماتت جبنا اخويا خلينا ايده، ماتت شلون ماتت؟ نامر يعني بعد ما هاي من تقول قلنا له هذا سعيد وخيري جاي، قال يعني فد موته ماتت هيك يعني مرتاحه هيك يعني كانها ما تحكي وياك. قالت لا هذا مو سعيد هيك يعني يد بعد اخر نفسات، بعدين شو صار؟ نفس واحد وتمام. والله انا سعيد اخوي الله يرحمه هذا عجيب وذاك اكبر من عندي، وخطيه قام يروح يجي والمجلس علاج قبل كان يجون هنا يأتون ان شاء الله اجيب لكم خبرات زين وكل شيء ما شفناه، حتى مجلس علاج جاء هذا مقام شعبيه مال العراقي ماكو، ما جابونا كل خبر لا منا ولا منا. انا بس من ندعي الله وكيلك الله يرحمه ابو مالتي قضيه ليل ونهار يبكي، يجي انا ابوس ايده ابوس رجله يمات
اصبر. يقول شو اسوي بابني؟ شو اسوي اني؟ هيجي هذا هيجي لما شاف خطيه الله. زين والدتك انت كنت وياها والدة الشيخ؟ يعني حتى الخطيه اليوم اللي توفى انا كنت اقرا قران، خليت ايدي رجال راسه، بوست ايده بوست. رجع قال لا تبوسني بعد مثل يعني خطيه بتوفى. يعني قرات سوره الحمد كنت اقرا توفى الله يرحمه. اجا قبل زيارتي بكاي يعني بيني شيء يجي لبنقورة دي راحت له يقول ارتاح. راحت. طبعا مثل واحد يحكي وياه. دست طالق من وقصيتون من يشسوز يوم وهسه سقط شبيبه. يقول امك ماتت وانا مسف حرقتك. دماك حكاية تتلو النشيدا، وجرحك قد غدا صبحا جديدا. دم الفيل كم يحكي وفاء، وهذا العطر قد عرف الشهيدا. تراب الأرض أزهر بعد نار، بسقيا من دم نال الخلود. زين كان عندها امل تشوف منها؟ هيك دائما اجي سوا محمد نجا سعيد ان شاء الله. من يجي هاي كنت الدوائر حكوميه 6 شهور. انا كنت على طول كنت هديه يوم ما لا تخاف ان شاء الله يجي. قال بابا شو خبر؟ لحظة وفاته اي ويا كان يدري الله يرحمه كان يدري. قال لي ما اقدر ولا اشوف. انا اشوفه بالليل ويا بتبكي لكن ما يرتاح. انا من ابكي هو يقوم من النوم الله يرحمه. قال من ابكي هو يقوم من النوم. يسحني يوم لا تبكي. هاي 3 مرات الله يرحمه. هاي حتى ابو سديده قلت له ما ليش كان بالحوش كان يفرش اللباس ملابس. انا جاي من الشغل عصر شهر. قلت له يمه ليش تجي؟ قال بارحه بالليل شفت ولدي كنت ابكي. قلت له لا تبكي انت تقومتني بالنوم يا معود. لا تخلي ابكي وياه. الله يرحمه حتى كان يدري قال توفي. جاك بالحلم؟ اي الله يرحمه والدتي وكان اسرار ماله كله كان يقول لي. كنت اتذكرها مشى وحبه هوايه. يصير امي امي اتذكرها بالخير ان شاء الله. الله يرحمها ان شاء الله. يرحم امواتكم ان شاء الله. الشهيد سعيد علي. رغم كل الظلم والقسوة اللي عاشتها أم رمزي بالعراق، لكن ظلت تشتاق لبلدها وتحاول بأي طريقة ترجع له، لأن غصباً عن الكل هي عراقية وما حد يقدر ينتزع هالشي منها. دوس عراق يريد طبعا دوس عراق كلتنا. دوس. هي سفروها مرة ورجعت هم. مرة الثانية دزوها بعد كنا هناك بعد ماكو تسفيرات علينا. اي رجعت قالت ما احب هنا. بعدين رجعت هم دزوها. قلت انت جيت وجبتينا لها منها. انا شهيد الاول ضل ما سوزي عراقي مو ملا. تقول لي اولا للشهداء بعدين الائمه يعني. في زيارات كبيرة ذاك ارض مقدسه. كان ضلنا قلبنا يحترق نركب ساعه ونص كربلاء هناك. حتى مال الاربعينات كنا نروح هناك للصبح. بالكاظمين نلزم بالفندق نقعد نبابع ابو لايه قامات.
وغسلي همومك بمية، والعراق بدمي وبروحي، وجرح الأحلى بجروحي، يا روحي الموطني روحي، وغسلي همومك بمية، إذا وجنسيتي وأوراقي، لكن جذري ظل باقي، إذا وجنسيتي وأوراقي، لكن جذري ظل باقي، عراقي وابقى لعراقي، وقطر وفوح النية، وإذا عندي ذنب ذنبي، وإذا عندي ذنب ذنبي، أهلك راد فيليا، أهلك راد فيليا. أنا من الصدق ثقة لصدام، احنا وجهنا طهران يا بدي اقول لك العالم طلعوا برا، ذبح طليان، ادفع فلوس، يعني ماكو واحد صدقات فلوس، عالم قام يعيطوا، وتكرم هو الحيوان متوفي، انسان مو انسان كان، والله مو انسان. هذا شو؟ مش حسيت والله احنا ايش قد كيفنا انا، وانا هالاطفال ما شفناه، لا اخوي شفه داب القوغلتي وما يفرق عندي، هذا اخو مرتي فرقنا ما يفرق عندي، خوالي جهالي الحمد لله، خلصاني خفيف طيب همشي ذكره بالخير ان شاء الله. انا ما عندنا شيء غير اللي ذكريات الله يرحمه وفاتحه وغير شيء ما عندنا، كل شيء ما كان عندنا. شو اسوي له؟ احنا شو نسوي له لهذا الخطيه؟ شنو ظنتك له؟ شباب رشيد قارئ والقران، يعني بس هذا بنشوفه مش يقول الحمد لله الطفل ليش؟ إذا شوف الصورة عندي الصورة وياه، هذا كذا مدرسة، هذه الصورة عندي وياه، يعني شوفه يقول له دول يشنو أخوان، حلقة انتهى على أخوان الزوج. عزيزي احنا الإكراد، والله أول الخدمة العراق كان عراق فقر، ولا بالقرآن ما كان عندي شيء، إلا الإكراد طبوا بالعراق صار بعيش، صار كل ما ينلعي ولا عراق ترفع. يا عراق وين كان عبارة أموال؟ وين أنت هذا فكر؟ وين هذا زراعة؟ الكراد راح وصلوا العراق. نظامنا شنو؟ أطفالنا كتلهيشي بلاش، الدفنة بلاش، المن يا أخويا. هذا خطية دا يخدمنا اللباس لابس عسكري ودفنة بالقاع. هسه شايف الكردي؟ مو حرام عليك؟ لا الله لا غيرتك، والله غيره ما عنده، انسان يكون ما عنده غيره ايش يسوي؟ شري ما يسوي، الانسان المؤمن اسلام الدين الاسلامي شنو يقبل؟ شنو ظنته؟ دفنه هيك بلاش، ماكل شارب انت عسكري، لابس عسكري يخدم لك ملعون، ليش الدفنه؟ ليش؟ جيب له سياراتك دفن عليه، ليش؟ أنا شايفيني شي. بعد حي يدب عليه تراب، خليه تموت. ملعون هذا إنسان مو إنسان هذا. صدام هواية سلق الدنيا كلها. ماكو مجرم مثل هذا. والله كان واقع بيدي والقرآن قطمه، والحسين قطمه، أخلي آلمه، كل واحد ياخذ اللقمه بالهم هذا يحرقه، بس ما ياكل منه يحرقه. انسان ما يرحم، ارحم ما يرحموك، ايش ماكل عمي؟ زي الكرديين انت شفت مأساتهم والله انا الكرد الفيليه، اكراد الفيليه اشرب انسان بالدنيا، اشرب مخلوقه بالدنيا. فكرة كم أجمل شكوشني. يقول ليش قتلوهم؟ يعني بدون ذنب. بالضبط. نعم حزبي بود، نعم بحتي بود، نعم معلوم نيتوريا.
اقل جنازه بیانه من راحت کنیم بس این جنازه پیدا نکنیم اسوزیمه شنو؟ تقول يعني لو مطينا الجثة مالتهم هم أريح، يعني واحد يروح على قبر بشوي ينفه نفسه، بس هسه كل تأثير يعني كل ساعة نقول نجيبوه. صعب لو لا، يعني الشيء يضيع تخرجه مو عليك تأثير، بس إذا ضيعه تتأثر عليه، صحيح لو لا؟ هسه فكره كم قوي لون يقول ايش قد افكر اذا اشوفه بالحلم لا. بس انا شايفته شنو جات فكرة؟ اني امي من توفت يعني ما طولت 20 يوم يعني بالموتة مالتها. بعدين بعد زين على الناس قلنا ترى امي هيك خاف على الاقرباء والهاي. بعدين فد وحده ما تدري هم قرايبنا ما تدري باخويا يعني امي دا تموت هيجي. بعدين دزوا عليه قالت بعدين قالت اني هاليوم الصبح حلمت ابنها واقف تحت شجره دا ينتظر امه. اي والله والله العظيم هيك قالت. بعدين قالت انا ما ادري الشكل يعني تموت. قالت قاعد هو جوا الشجره يعني كان ينتظر امي. وفد وحده هم شافت بي حلم الله الشاهد. قالت اكو فد مجلس العالم كله قاعدين بيها. حلفت لحد الان يعني خطيه دا قالت هاي امك ايش قد ما كان زين. قلت له بعد هي امي كانت ساده مو اهل الهاي. بعدين اشوف امي قالت اشوف هاي المجلس النسوان كله قاعدين هي دا توزع ميوه مال صاحب الزمان. خطيه. قالت امك قاعده هاي ايش قد صار؟ قلت هي الا واحد يحكي عليها تقول ذبوب شيس الله. قلت انا مش قلت شيس الله ايش قد يعني. قالت لا خلي يحكون علي لو هاي مثلا ابد كلهم لحد الان بس حتى العجم الجوارينا والله يقول الف رحمه. قالت احنا نقرا له فاتحه كل ليله كل نوع والله. دول انسانيه عندهم ولد طيبين مثلك طيب لازمين حليم لامهم فما صار بتكرم اشياء غير اشياء. الفيليه ماكو بالدنيا. دائما ملعون شايف من عندهم اخلاص اخوه طيبين انسانيه. شايفين من هذول اطفال مريشي بلاش ماكلين شاربين 24 ساعه نشتغل لك نخدم لك لابس عسكري بدي دفنه بالقاع. ليش؟ هذا شو النظام هذا؟ شوف هذا ضابط دفنه خلي ولي هذا كردي. هذا الدكتور دفنه خلي تولي. شنو دين؟ يا دين تقبل به يا دين قابل ياهو يهودا ما يقبل يجي ديانه. على واي يلقون جثث مالتهم يعني يجي تشيش تقدري طلب جنازه لقيهم بينا. لا يعني لا باش كم شهر دوش لا يجي يعني خوشيه كيف جنازه اللي بدفنها. احنا ما نريد والله لو يعطونا الجنازه حشاك الانسان يريد فقط جنازه بابا والله. لا بابا احنا واحد الله الشادي بعد شو نقول احنا بس نريد نشوف يطلعون كل سنه احنا نسوون هاي مراسم هنا مسعوديه هاي الحسينيه مراسم للشهداء يطلعونا نتاثر هوايه لان يطلعوهم هم احياء دا يدفنوهم نتخبر. يطلعون يطلعون هيك مسويهم ويعيطون يعني احنا بعد شي صار بينا بعد احنا هسه والله يعني شفنا نحكي بيجا في نشان ضانا زندوق. ايوه يقول دافنين هم احياء. ايش مسوي؟ تروحوا لذلك والله لهناك كانوا بعثي هنا رشا مريض الحزب زندوق انا كردن وخاف. يقول كانوا يدفنون ما احياء ويطممون التراب عليهم. شلون ما نتاثر؟ هم العسكريه خدموا الكم دا يخدمون المن شو لا فد يوم احزاب داك نقول بروندات مالتهم موجود. والله هالقد يعني اخويا الكبير يعني مو مثلا اصليتنا كان مثلا يعني هاي ابائنا متولدين بالدفاع دابي هالقد مخلصين. بعدين قلت شلون يعني مثلا دابك انت كردي فيلي بالدفاع. قلت احنا ما عندنا عوج ما عندنا شيء ويا العالم. سقط صدام تكرم انا رحت زرت رحت حوالي 15 يوم بغداد. جيت كربلاء ونجف زرت هناك. لذلك اذا كان اكو قبر للشهيد سعيد بالعراق شو تقول له؟
القرآن ما أقول لك سنة بمرة أروح، يعني كل سنة لازم أروح أزور وجهه. ما أشوف فيلم منه. وينك بيومك أنا عزيزي؟ يومك أنا أقول هذا قبل عزيزي، هذا يومك. وين الدور هذا؟ استشهاد لأخويا أنا. هو أخويا ما يفرق عندي هو. وأخو مرتي لكن أخويا ما يفرق عندي. هذا أمي من يجي يقول محمد وين أخوك؟ هذا لازم أتذكر. الأمي هسه باش تزارها. عرفت؟ هو ينتظر يقول له وين قبر ابني؟ يعني من اروح هناك ازور يما انا جيت انا سعيد ذاك رفواتها علي. العيله وتترباك عليه. اي والله اجي يما هذا قبر اخي عزيزي سعيد. هو امي يوم شاهد يجي وياي متذكرني اتذكركم بكيكم ابكي. انسانكم هذا الانسان وامي ما يفرق عني. شنو هاتي موجوع. لا اجي يعني شو نرجع كنا راح حقوق ورا هنا. لا لا ما راحت. ما راح. يعني الله الشاهد ما عندنا طمع كنا ولا شيء مالتنا واحنا مع هاي العالم بيصبر. يقول شنو نقول لهم والله ما رايحين روحوا قولوا شوفوا الله الشاهد. هي شنو من احنا جينا هي 10 سنين جايه. احنا صار 43 ايش قد؟ هاي بعد ما شافت اخوها وهاي طبعا هم ب 23 هالشيء. ما براغم ما نشتمه براغم نتشو. اخ خالي كان يقول لي لا تروحون لا تروحون. خودش رفتنا ما گذاشت بریم. والله حقوقهم راح اكلوه. حرم عليهم الله. هذا انا ما اقول لك هذول حرموه. الاكراد الفعليه والله خدم العراق صاير بالدنيا ما صاروا. العراق صار اقول لك من الجنه. لكن فايده شنو؟ صدام ما قعد حرق الدنيا. اجى صدام حرق الدنيا. عرفت؟ ودول يخدم 24 سنه يخدم لك. شايف ضابط دكتور عشنان تحرقه خلي كل هذا كردي. ليش يا ربي؟ ليش ما احنا بناكل حرام؟ ما نشوف ما نغمض حاشا بصير بزون يقبض عنا. اجي كان خوازي لحكومه عراق. چه خوزی کن؟ باید کمک میکنم کم خیرات رو برام. يقول لي دعاني يساعدوني يعني الحقوق يعطوني انا اسوي خيرات الاخويا. لا يا ابناء قاضي مو هذا تقول يعني ايه. عراق انا ما شفت لا سمح الله شيء لكن شفت الخدمه احنا خدمنا به. ما يتذكر رايق هذا كردي دق على الراس يا معود ماكل شارب ليش؟ حرقه ليش؟ انا ذكر دي هاي شيء بلاش. انا ننتظر على العراق ما دا اقول لك العراق كلهم مو زين. اكو بيهم طيبين اكو بيهم زينين اكو بيهم لا عشان القرايب صدام. انسان يكون لا ما نكون. يعني ماكل يعني جهالي هناك ابو ما انكر اني الحمد لله العراق زين. لكن هذا اللي تفرقه بيننا وبينهم هذا مو زين. ما نريد شيء ان شاء الله يصير كلنا واحد. ولكن جيب بالكم على اخواننا اكرادنا احنا كلنا واحدنا ولا الوحده وحده. اسلام واحد دين واحد. القرآن يقول لا تفرق بينك وبين غيرك، تفرق بما لسانهم. زمان يكثر لساننا. هذا يشي عربي، هذا يشي كردي، هذا يشي فارسي. هاي ما يفرقنا. الله خالق عرش السماوات والارض، كلنا واحد. عرفت يا عزيزي؟ دين واحد. اسلام واحد. ما يفرقنا. انا لا اشوف لا سمع الله عراق لا يصير. احنا اهل البيت غير اهل البيت ايش عندنا؟ كربلاء نجف هذا الشيء غير عن شيء عندنا هناك. الدنيا كلها يكتب نفسها لا تقول المدن. انا هيك مثلا معسرين بايران
ننتظرك بلا باشر ان شاء الله نجي نزورهم. هسه الجهالي دزيت انا هم جيت ان شاء الله نجي نزوره ان شاء الله. دموع أم رمزي وأبو رمزي ما جفت على سعيد، أبد ما نسوه وما نسوا اللي صار بيه، واللي متعبهم ومأذيهم أكثر إنه بلا قبر انحرموا منه وانحرم منهم حتى بعد استشهاده، صورة يحضنوها ويبكون. هذا كل اللي يقدرون عليه. قبل العسكرية كان حوالي 15 إلى 16 سنة كان عمري. يعني جيت إيران حوالي 15 سنة كان الله يرحمها، والمدرسة وخلاص الكلية داشتن راحوا الكلية ولا الكلية دزوا العسكري، عرفت؟ الأخونا بقى العسكرية واشتغل حوالي مالي سنة يا سنتين بالكلية كان. اجا عمر يابا هذول العسكريين لازم يطوعون يبقى المكان يشتغلون والمكان يكون عسكري دولة حكومية، وهذا على شيء أشياء خشمروا علما الناس كلها. هذول بقوا العسكرية، خطية هذا بقى هو هذا ابن أخته. هذا سعيد الله يرحمه، وأنا كنت بتاخذ صورة من وياه. سعيد طيب كان قبل هذا شيء أشياء، أنا كنت وياه. أنا سعيد الله يرحمه، وأنا كنت بيتهم يعني بيتنا وبيتهم ولا غرفتين، أنا لازم غرفتين أتزوج فيه، عرفت؟ أنا كنا مكانه هناك جالي بيت مشان. أنا كنت ويا سعيد كنا أخذنا الصورة وين؟ ساحة النهضة. عيوني سعيد فدوى لعينك حبيبي، وينك فدوى؟ خادمك عزيزي وين؟ وين أشوفك حبيبي عزيزي وين أنت؟ يا ابني وينك؟ ابني عزيزي سعيد فدوى لعينك حبيبي، وين أشوفك يا عزيزي؟ فدوى لعينك، أنا واقف عليك، واقف داخل رفاته فدوى لعينك، وين أنت؟ سعيد وينك فدوى؟ سعيد وينك؟ صار 30 سنة ما شايفك يا عزيز، وين أشوفك عزيزي؟ خادمك وخادم ربك منه حبيبي، أنت طيب عزيزي، تاجي يا أبوي، أنت خادمك أنا المحمد عزيزي سعيد. الله يرحمك يا عزيزي، الله يرحمك يا سعيد، الله يرحمك يا سعيد عزيزي، خادمك وخادم ربك يا سيدي يا عزيزي. شو اسوي لك يا ابويا؟ وين اروح يا سعيد؟ وين اروح اشوفك يا عزيز؟ من يشوفني يا علي؟ يما وينك يا عزيزي؟ سعيد وينك؟ فدوى لك سعيد، ما عليك خبر يا عزيزي؟ جيب لي خبر يا سعيد. يا ابن امي وينك انت يا عزيزي؟ يا ابن امي، يا ابن امي وينك انت؟ سعيد وينك؟ يا ابن امي وينك يا عزيزي؟ حبيبي وينك؟ وين اشوفك؟ لا خبر، هيك ما عندي من عندك يا عزيزي. وين اشوفك يا عزيزي؟ خادمك يا عزيزي وينك؟ خير سعيد وين هذا اخوك؟ وين؟ وين مش وين؟ فدوى لعينك. وين امي؟ وين امي وينه؟ سعيد اشوفك فدوى لعينك، صار 30 سنة ما شايفك يا حبيبي عزيزي. خادمك الاخوك موسى دا يصيحك عزيزي يا سعيد. خواتك دا يشوفون وين انت؟ خاخ ذاك ام خيري دا يصيحك، هذا ام رمزي دا يصيحك يا اخويا، هذا ام محمد يصيحك يا عزيزي. خادمك يا سعيد، خادمك يا حبيبي يا عزيزي. صار 30 سنة ما شايفك فدوى لعينك سعيد. الله يرحمك يا عزيزي، ما شايفك يا عزيزي. وين انت يا عزيزي؟
صيحك عزيزي، انت خادمك يا ابي وينك؟ امي دي صيحك يا عزيزي. سي سعيد وينك؟ خادمك يا سعيد وينك يا ابني؟ وينك يا ابويا؟ وينك؟ وينك ابني؟ من دم المسفوك ظلما والسنين، من صدى آهات أمي والحنين، صرختي يا موطني يا موطني، هذا من الفيل يهديك الوتين، رغم طاغ رغم جزار ونار، يشرق الإصباح له من بعد حين. الألم دائما يكون مساوي لحجم الجرح، وجرح الكرد الفيليين أكبر مما يتصور أي شخص. دموعهم اللي ما نشفت لحد الآن دليل على الغصة اللي ساكنة بقلوبهم. إلى اللقاء.